والعياط والصراخ ده ما كانش بيقف إلا لما تخش الأوضة اللي في السرداب، وأول ما تطلع من الأوضة كانت بتردد كلمات غريبة، كانت بتتكلم عن صديق وافي ليها جوه الأوضة. وبعد فترة قصيرة لقوا البنت مقتولة ومرمية جوه البير، ولما طلعوا جثتها كان منظر وشها يرعب، أكنها مرعوبة من حاجة شافتها قبل ما تموت. وبكده يبقى البارون عايش لوحده في القصر، وكان كل فترة يجيله نوبات صرع، وبعديها يسافر لبلجيكا عشان يتعالج هناك، لكنه توفى سنة 1922. وبعدها ياخدوا جثته من بلجيكا لمصر على حسب وصيته انه عايز يدفن هناك، وفعلا اتدفن في أرض مصر. ومن ساعتها والقصر بقى مهجور، حتى الحديقة اللي كانت مزروعة بنباتات من كل أنحاء العالم بقت عبارة عن خراب. وكل السكان اللي حوالين القصر بيأكدوا إنهم بيسمعوا أصوات من جوه القصر ويشوفوا أنوار طالعة منه، بالرغم إنه مقفول من سنين. ومن ضمن الحالات الغريبة اللي حصلت كانت سنة 1982، يعني بعد 60 سنة من وفاة البارون، بعد ما شافوا شهود عيان إن في دخان طالع من الأوضة الرئيسية للقصر، وبعديها اتنقل الدخان لأوضة البرج، وبعديها اتحول الدخان لنار كثيفة، وبدأ القصر انه يتحرق. وبعديها الناس بلغت الشرطة انه القصر بيولع، وفجأة كل حاجة تختفي ويرجع القصر زي ما كان على وضعه الطبيعي، مفيش ولا نار ولا دخان. وهنا الناس كلها استغربت، ايه اللي احنا شفناه قدامنا ده؟ المشكلة انه مش شخص ولا اتنين اللي شافوا الواقعة دي، المدينة كلها شافتها، وناس كتير قالت انه اكيد القصر مسكون بالاشباح، خصوصا انه مليان حالات قتل غامضة. ومن ضمن الاشباح اللي متأكدين انها موجودة هو شبح مرات البارون، اللي قالوا انها قبل ما تموت كانت بتطلب المساعدة من البارون، وانها مش عايزة تعيش في القصر. وطبعا البارون رفض. والغريب ان بعد موتها البارون ما دفناش في مدافن العيلة بتاعته، دفنها في الصحراء في مكان مجهول. وبرضه بيقولوا ان من ضمن الاشباح اللي بتتمشى في القصر هو شبح المصمم اللي صمم القصر نفسه. بيقولوا ان البارون بعد ما خلص القصر قتل المصمم عشان ما يصممش قصر تاني شبه قصر البارون.